أنا دكتورة سالي وعندي 42 سنة، على قدر عالي من الجمال، وعندي ولدين بيدرسوا برا وعايشين مع خالهم، وفترة الأجازة بينزلوا مصر. جوزي بيشتغل مدير عام لمجموعة مطاعم مشهورة، وعنده 50 سنة، وبيرجع من شغله الساعة 11 بالليل. من حوالي سنة كده اشترينا فيلا جديدة في مدينة معروفة في القاهرة، ومحدش عايش معانا في الفيلا غير أنا وجوزي. وانا ببقى طول اليوم قاعدة لوحدي بحكم شغله، علشان يعني بيرجع منه متأخر قوي وكده. ياريت تسمعوا اللي حصل للآخر عشان عايزة رأيكم ضروري. مع الوقت احتجت يكون عندنا بواب فيلا يعمل أعمال النظافة اللي حوالين الفيلا، أو يظبط الزرع، أو احتجت الطلبات يجيبها لي وكده. فكلمت جوزي قلتله عايزين بواب يراعي الفيلا ويهتم بيها. جوزي في البداية رفض وقال لي مش عايزين حد غريب يكون هنا. قلتله ليه بس؟ بص على كل الفلل اللي حوالينا، يعتبر مفيش فيلا من غير بواب. قال لي طيب سيبيني افكر كده وارد عليكي، ولبس ونزل الشغل. ولما رجع من الشغل سألته: ها، فكرت؟ قال لي ماشي، مفيش مشكلة، بس احنا مش اول واحد هيجي هنختاره. قلت له تمام مفيش مشكلة. قال لي لازم اشوف كذا حد علشان اختار منهم. قلت له ماشي. قلت له طيب هتكلم مين او هنعمل ايه علشان نكلم الناس دي؟ قال لي هنعمل اعلان على الفيسبوك. وبالفعل نزلنا اعلان انه مطلوب بواب للفيلا في المكان الفلاني، وجوزي كاتب شرط انه يكون متجوز ويجي بأسرته، وأسرته ما تكونش عددها كبير قوي، يعني طفلين بحد أقصى. نزلنا الإعلان في كذا جروب وحطينا رقم التليفون. جوزي جاتله مكالمات كتيرة قوي، وحددنا ميعاد يكون يوم الجمعة علشان يكون هو قاعد فيه، يوم أجازة يعني. جه يوم الجمعة وبدأت الناس تيجي لجوزي، وبدأ يقابلهم واحد واحد. وبعد ما خلص قال لي بصي مفيش غير واحد بس هو ده اللي أنا حاسس إنه هيبقى كويس، الباقيين عندهم أشغال تانية برا ومش هيراعي المكان. قلت له تمام تمام اللي تشوفه. قلت له اللي اخترناه ده هيبدأ معانا من امتى؟ قال لي انا قلت له امشي وهبقى اكلمك اقول لك تيجي امتى. قلت له انت قلت له هتجيب مراتك ولا لا؟ قال لي تصدقي نسيت. راح مطلع تليفونه ومكلمه، قال له انت تمام بالنسبة لنا بس تجيب مراتك معاك. بعد حوالي 3 ايام كده جوزي كان في الشغل وانا كنت في الفيلا لوحدي، لقيت جرس الباب بيرن. بصيت من البلكونة لقيته شاب عنده حوالي 30 سنة، بيقول لي انا اللي بقول له انت مين؟ قال لي انا ناصر، البواب الجديد بتاعكم يا هانم. قلت له ايوه ايوه، طب ثواني هنزل افتح لك. ونزلت فتحت له الباب. قلت له تعالى اتفضل، انت اسمك ايه؟ قال لي انا ناصر. قلت له عندك كام سنة يا ناصر؟ قال لي عندي 35 سنة يا هانم. قلت له انت اشتغلت قبل كده بواب؟ قال لي لا انا ما اشتغلتش قبل كده. قلت له اه يعني انت جاي تتعلم هنا فينا؟ قال لي ليه لا يا هانم، اللي تأمري بيه انا هعمله بالظبط. قلت له هو انت متعلم؟ قال لي معايا الاعدادية بس يا هانم. قلت له طيب. شاورت له على اوضته وقلت له ظبط اوضتك وحط الحاجات بتاعتك فيها، وبعد كده اطلع لي فوق هقولك ايه اللي انت تعمله بالظبط كل يوم. قال لي تحت امرك يا هانم. وبعد كده سبته يظبط في اوضته، وانا طلعت فوق اخد شاور بتاعي، ولقيت جرس الباب بيرن بيرن كتير قوي، مرة والتانية والتالتة. فتحت الباب بعصبية وقلت له ايه ده، في ايه يا ناصر؟ كل ده رن؟ مش الواحد يرن مرة ولا مرتين وبعد كده لو ما فتحتش خلاص؟ قال لي انا اسف يا هانم، طب خلاص هاجي في وقت تاني. قلت له لا لا، تعالى تعالى اتفضل. انا كنت كل ده بكلمه من ورا الباب، واول ما دخل وشافني بص عليا وكأنه اول مرة يشوف ست في حياته، مع اني ما كانش باين مني اي حاجة، حتى كنت حاطة الفوطة على راسي علشان كنت طالعة من الحمام. قلت له في ايه يا ناصر، انت سامعني ولا مش سامعني؟ قال لي اه سامعك يا هانم. قلت له طب ثواني هغير هدومي في الأوضة، واستناني هنا. ودخلت علشان اغير هدومي، قفلت الباب على نفسي ولسه بشيل الفوطة من على راسي، وحسيت ان في خيال ورا الباب، باب الأوضة بتاعتي، وكان في حد بيبص عليا من ورا الباب.
وسمعت زي دبدبة رجلين بتمشي بسرعة من قدام الباب. فتحت الباب بسرعة ببص على ناصر، لقيته قاعد في مكانه اللي قاعد فيه من ساعة ما سبته. وقفلت الباب تاني ورحت أغير هدومي، وغيرت هدومي وطلعت. طلعت لناصر لقيته قاعد في مكانه. قلت يمكن بيتهيألي ولا حاجة وظلمته. المهم طلعت لناصر وقلت له انت عارف هتعمل ايه؟ كل يوم انت هتكنس الفيلا كل يوم، وبعد كده هتسقي الزرع اللي في الفيلا اللي جوه واللي بره الفيلا. قال لي تمام يا هانم. قلت له لو احتجت اي حاجة انا هبقى اقولك تجيبها لي. قال لي تحت امرك يا هانم. قلت له اتفضل انت دلوقتي شوف هتعمل ايه النهاردة. وبعد كده قفلت وراه الباب ورحت عشان انام شوية في الأوضة. وانا في الأوضة فكرت في اللي حصل. قلت معقول ناصر يكون بيبص عليا من الباب الأوضة؟ لا لا اكيد انا بيتهيألي. وبعد كده نمت شوية وصحيت الساعة 5 كده تقريبا على صوت رن التليفون بتاعي. كان جوزي اللي بيتصل بيطمن عليا، بيقولي ها عامل ايه معاكي؟ كويس؟ وهو جه ولا ما جاش ولا ايه بالظبط؟ قلت له اه جه وبدأ شغل النهاردة. قال لي طيب لو في حاجة ابقي عرفيني. قلت له تمام. وبعد كده قمت علشان اجهز الاكل لجوزي علشان بيجي الساعة 11 بالليل. وانا بجهز الاكل افتكرت ان انا لازم ازود الاكل شوية علشان ناصر هو كمان بقى مسؤول مننا خلاص. فزودت الاكل شوية وانا بقى بنده على ناصر علشان يجي ياخد الاكل بتاعه. ندهت عليه مرة واتنين وتلاتة مردش عليا. ببص من البلكونة كده لقيت باب الفيلا مفتوح. قلت هو مشي ولا ايه، لا يكون زعل من حاجة. استنيت كده شوية وقلت ممكن يكون راح يجيب حاجة وجاي. استنيت كده 5 دقايق لقيته فعلا بعد 5 دقايق رجع. رحت نازلة بقى جارية بعصبية وقلت له انت كنت فين؟ قال لي انا كنت بجيب اكل يا هانم ليا. قلت له انت ازاي تمشي وتسيب الفيلا كده؟ مش انت دلوقتي خلاص بقيت مسؤول عن الفيلا، استلمت الشغل؟ قال لي انا اسف يا هانم. قلت له تاني مرة اوعى تسيب الفيلا تاني من غير ما تقولي لأي سبب من الأسباب. انت فاهم ولا لأ؟ قال لي فاهم يا هانم انا اسف. قلت له تعالى علشان تاخد الاكل بتاعك. طلع ورايا على السلم، وطبعا انا كنت طالعة متعصبة جدا. وانا طالعة على السلم كنت هتكعبل وقع، بس الحمد لله سندت على ايدي. وانا بسند على ايدي لقيته ماسك ايدي بيسندني وبيقول لي سلامتك يا هانم. قلت له انا كويسة انا كويسة يا ناصر ما تقلقش. قال لي بس اطلعي وانا جنبك اهو. لقيته ماسك ايدي جامد وكأنه مصدق ان هو يمسكها، وفضل ساندني لحد ما طلعت 10 درجات فوق كمان. وبعد ما طلعت قلت له خلاص كتر خيرك، وشاورت له على المطبخ وقلت له تعالى خد الاكل بتاعك. قال لي ليه بس كتير كده يا هانم؟ قلت له مش كتير ولا حاجة، ولو احتجت اي حاجة قولي وانا اعملها لك. ونزل وانا دخلت اوضتي. ولما دخلت اوضتي فكرت في مسكة ايده. هو لو جوزي شافني وانا بقى عمره ما كان هيعمل كده ولا هعمل اللي نصر عمله. وانا ازاي كنت فرحانة قوي كده وهو ماسك ايدي؟ يا ترى هو كان ماسكها قاصد ولا انا بيتهيألي وان هي جت صدفة كده علشان هو بيساعدني؟ وبعد كده الساعة 11 بالليل سمعت صوت العربية بتاعت جوزي، وناصر جري علشان يفتح له البوابة. طبعا ما يعرفش عربية جوزي نوعها ايه ولا شكلها ايه، بس انا قلت له افتح الباب للبيه، ده جوزي. راح فاتح له البوابة وقال له اهلا اهلا يا بيه، نورت الفيلا وحمد لله على سلامتك. قال له الله يسلمك يا ناصر. وبعد كده طلع جوزي خد شاور وانا قدمت له الاكل وكلنا مع بعض. وبعد كده جوزي نام علشان طبعا بيصحى الساعة 6 الصبح وبيمشي على شغله الساعة 7. ونمنا، واليوم التاني جوزي صحي الساعة 6 الصبح وراح على شغله على طول. وبعد كده ببص من البلكونة لقيت ناصر واقف بيسقي الزرع اللي في الفيلا. ببص تاني كده لقيته قالع الجلابية اللي كان لابسها ولابس بس الغيار الداخلي بتاعه. نزلت له قلت له هو ايه ده يا ناصر؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ هو انت بتستهبل؟ هو انت مفكر نفسك واقف في الغيط بتاعكم في البلد؟ في ناس حوالينا في الفلل وما ينفعش تبقى بالمنظر ده قدامهم. قال لي حاضر يا هانم انا مش هعمل كده تاني. وطبعا ساعتها فكرت ان هو منظره من منظرنا، وان انا لازم اشتري له كام طقم كده علشان يبقى منظره حلو. وفعلا رحت الصبح ونزلت السوق واشتريت له كذا طقم.
اشتريت له 4 ترنكات، وبعد كده رجعت ودخلت الفيلا وقلت له خد يا ناصر انا اشتريت لك دول، ابقى البسهم بقى. قال لي تسلم ايديك يا هانم، بس كده كتير قوي. قلت له لا مش كتير ولا حاجة. وبعد ما جيت من السوق افتكرت ان انا ناسية شوية طلبات، وكنت عايزة ناصر يجيبها لي، بس انا ما كانش معايا رقم ناصر. اتصلت بجوزي وقلت له انت جبت الجرس اللي تحت علشان لو احتجت حاجة ارن على ناصر يجيبها لي؟ قال لي لا نسيت، خدي رقمه اهو على ما ابقى اجيب الجرس. وفعلا اداني رقمه ورحت رن على ناصر. قلت له ايوه مين معايا؟ طبعا لما عرفت ان هو مش عارف رقمي قلت اما اشوف الواد ده اخرته ايه، وعايزة اشوف هيعمل ايه لما ما يعرفش رقمي وان في رقم غريب بيتصل عليه. قلت له مين معايا، نصر ولا ناصر؟ قال لي لا انا ناصر. قلت له طب خلاص شكرا، انا كنت عايزة نصر. قال لي كلنا واحد، نصر ناصر، انا معاكي في الاتنين. قلت له لا بس انا كنت عايزة نصر. قال لي اعتبريني نصر. قلت له انت عايش فين يا نصر؟ قال لي انا عايش في القاهرة. قلت له انت متجوز؟ قال لي لا انا مش متجوز. وطبعا انا اتصدمت صدمة كبيرة لما قال لي ان انا مش متجوز، علشان هو كان قايل لنا ان هو متجوز. قال لي انتي اسمك ايه؟ قلت له انا اسمي سارة. قال لي عندك كام سنة؟ قلت له عندي 30 سنة. قلت له طيب اقفل دلوقتي يا نصر وابقى اكلمك بعدين. وبعد كده فضلت افكر، قلت هو ليه بيضحك علينا؟ يا ترى بيضحك علينا وقال ان هو متجوز علشان نقبله ونشغله عندنا في الفيلا، ولا عشان كنا قايلين ان لازم اللي يجي يكون متجوز ومعاه مراته، ولا عشان يكلمني على اساس ان انا سارة واني لما اعرف ان هو مش متجوز هفضل معاه وفي الاخر قلت مش مهم، كل حاجة هتبان مع الوقت. وبعد كده ندهت على ناصر وقلت له تعالى يا ناصر عايزاك. ناصر طلع لي وقلت له انا عايزة شوية طلبات، الطلبات دي من السوبر ماركت. طبعا ناصر لما طلع حسيت ان هو مبسوط من المكالمة اللي جات له. قال لي تحت امرك يا هانم. قلت له انت بتشرب سجاير يا ناصر؟ قال لي لا مش بشرب سجاير الحمد لله. طبعا عشان انا ما بحبش الراجل اللي بيشرب سجاير، فقلت له طيب كويس، يلا روح هاتلي الطلبات دي وتعالى بسرعة. وبعد ما رجع خبط على الباب الشقة رحت فاتحاله. فضل متنح فيا برضو زي الأول وأكتر، زي ما يكون أول مرة يشوفني. قلت له في حاجة يا ناصر؟ قال لي لا يا هانم مفيش حاجة يا ست هانم، خدي الطلبات اهي اتفضليها. وبعد كده خدت الطلبات منه وقلت له شكرا يا ناصر. وقبل ما يمشي قلت له هي مراتك هتيجي امتى؟ قال لي يعني كمان حوالي 4 5 أيام. قلت له طيب ماشي. وبعد كده ناصر نزل وانا كنت بحضر الاكل وشوية ولقيت التليفون بتاعي بيرن. ناصر بيتصل، طبعا بيتصل على حبيبته سارة. فانا مردتش عليه، قلت اكمل الاكل الاول. وعملت الاكل وخلصته. وبعد كده التليفون فضل يرن يرن. وبعد كده رحت رديت عليه وقلت له ايوه يا ناصر. قال لي ايوه يا سارة، انت مش بتردي عليا ليه؟ قلت له كانوا اهلي عندي وما كنتش عارفة ارد دلوقتي. قال لي طيب ما تبقيش تسيبيني كتير كده، لازم تردي عليا على طول. قلت له ليه؟ قال لي كده، انت وحشتيني قوي. قلت له وحشتك وانت تعرفني؟ قال لي من غير ما اعرفك انا حسيت ان انا متعلق بيكي قوي، وان عايز اسمع صوتك على طول. وبعدين انت عارفة ان صوتك حلو قوي. قلت له صوتي حلو؟ قال لي اه قوي قوي. قلت في نفسي يخرب بيتك ايه اللي انت عملته ده. قلت له انت عايش لوحدك يا نصر؟ قال لي اه انا عايش لوحدي هنا في القاهرة. قلت له ما زهقتش من الوحدة؟ قال لي زهقت طبعا، بس مش عارف اعمل ايه. قال لي نفسي الاقي حد يسليني ويبقى قريب مني وانا هديله عيني. وقلت له ربنا يرزقك ببنت الحلال. قال لي يا رب. قال لي انت عارفة ان انا نفسي اشوفك اوي. قلت له بس انا مش ببعت صوري لحد. قال لي علشان خاطري، مش انت حاسة ان انا وانتي متعلقين ببعض وانتي متعلقة بيا زي ما انا متعلق بيكي؟ قلت له اه. طب علشان خاطري نفسي اشوفك، بس للأسف مش هينفع اصلا ان انا اشوفك. قلت له ليه؟ قال لي علشان انا مش عندي تليفون بكاميرا ولا تليفون حديث، عندي تليفون صغير كده يا دوبك برد عليه وبقفل. قلت له طيب تمام، لما يبقى معاك ان شاء الله ابقى ابعت لك الصورة. وبعد ما قفلت معاه فكرت اني اجيب له تليفون، بس ما كنتش عارفة اجيب له التليفون بأنهي مناسبة. لو جبته في الوقت ده هيعرف ان انا سارة. انا فكرت في فكرة وصحيت الصبح فعلا، لبست ونزلت في العربية ورحت اجيب له تليفون جديد.
وطبعا علشان ما يبانش ان التليفون الجديد طلعته من العلبة وفضلت استعمله شوية، وبعد كده نزلت تحت لناصر قلت له يا ناصر عايزاك بعد كده تبقى كل يوم تصور لي الزرع بعد ما ترشه وبعد ما تهتم بيه وتصورهولي وتبعتهولي على الواتساب. قال لي بس للأسف أنا مش عندي يا هانم تليفون حديث مش هعرف أبعتلك. قلت له طيب ابقى عدي عليا وأنا هديك تليفون كان مركون عندي يعني ومش بستعمله. قال لي بس كده كتير يا هانم. قلت له لا مش كتير ولا حاجة. اليوم اللي بعده لقيت الباب بيخبط، فتحت الباب لقيته ناصر. قلت له تعالى يا ناصر. قال لي لو ما جيتش في وقت مناسب خلاص هنزل واجي وقت تاني. قلت له لا تعالى خد التليفون علشان تبقى تبعت لي الصور، صور الزرع كل يوم على الواتساب. قال لي حاضر يا ست هانم. قلت له تعالى بقى اقعد جنبي هنا علشان اعلمك ازاي تستخدم الواتساب. قال لي طيب ماشي. وبعد كده قعدت وقعد جنبي. طبعا المسافة بيني وبين ناصر كانت قريبة قوي. المهم فضلت اعلمه على التطبيق واقول له هتعمل كده وهتتصرف كده، فهمت ولا ما فهمتش؟ قال لي يعني ما فهمتش قوي. قلت له طيب هعيدلك تاني وركز معايا، ورحت عايداله تاني لحد ما فهم. قال لي طيب تمام يا ست هانم. وبعد كده حسيت ان هو بيقرب جنبي اكتر، رحت قايمة على طول. قلت له لو في حاجة ابقى قولي وانا اعرفها لك. قال لي طيب تمام. وراح نازل علشان يشوف شغله، وانا طبعا دخلت اوضتي وفكرت في كل حاجة اللي هو بيعملها. يا ترى بيعمل الحاجات دي متعمد وعن قصد، ولا بيعملها مجرد صدفة كده، ولا ايه؟ ولا انا اللي حاسة الاحاسيس دي لوحدي، ولا مش فاهمة حاجة. وشوية ولقيت ناصر بيتصل على اساس ان هو بيتصل على سارة، ففتحت وقلت له ايوه يا ناصر. قال لي ايوه يا سارة وحشتيني قوي. قلت له وانت كمان. قال لي شفتي عشان خاطرك نزلت وجبت تليفون جديد على طول علشان اشوفك علشان تعرفي غلاوتك عندي. قلت له بجد؟ قال لي اه والله بجد، وكمان نزلت التطبيق اللي هتوريني عليه صورتك. طبعا انا كنت مجهزة صورة قبل كده من على النت، وقلت اول ما يطلبها هبعتها له على طول. قال لي يلا ابعتيلي صورتك. قلت له بس انا قلت لك ان انا ما ببعتش صوري لحد. قال لي علشان خاطري عشان خاطري بعتيها. قلت له طيب ثواني انا هقفل وهبعت لك. وبعد كده قفلت معاه وبعت له الصورة اللي من على النت. وبعد ما بعتها له لقيته بيتصل كتير كتير ورا بعض. رحت رد عليه قلت له ايوه يا نصر. قال لي انتي قمر قوي قوي. قال لي اه يا بخت اللي عايشين معاكي واللي حواليكي، يا ريتني كنت مكانهم. هو قال لي كده وانا قلت له هما معقول الصعايدة بيعرفوا يقولوا كلام حلو كده؟ قال لي اه طبعا امال ايه. جوزي لما رجع من الشغل سألني هو ناصر جاب مراته ولا لسه. قلت له لا ما جابهاش. راح جوزي متصل عليه قال له تعالى اطلع لي. قال له هي مراتك لسه ما جاتش؟ قال له لا يا بيه لسه عند اهلها في البلد وبتستأذنهم ان هي تيجي. جوزي قال له انا ما عنديش الكلام ده، هما يومين بالظبط ومراتك تيجي. قال له حاضر يا بيه. بعد ما عدى يومين على طول جوزي سألني هي مراته جت ولا لأ. قلت له لا لسه ما جاتش. قال لي طيب خلاص انا هتصل بيه وهمشيه. قلت له ليه؟ انت قلت قبل كده مش عايزين حد غريب يدخل علينا، وناصر خلاص احنا عرفناه وهو عرفنا وعرفنا ان هو ولد كويس ومؤدب، خلاص خليه، احنا مش محتاجين مراته في حاجة. وبعدين لو مراته جت واولاده هيبقى مصاريف علينا اكتر. قال لي لا مش مصاريف ولا حاجة. قلت له صدقني مش محتاجين مراته في حاجة، ولو في اي حاجة ظهرت عليها انا كنت هعرفك على طول. المهم فضلت اقنع في جوزي لحد ما وافق. طبعا جوزي لما قال لي ان انا همشي ناصر انا قلبي وقع بين رجليا، ولما جوزي اقتنع حسيت ان انا فرحت قوي. ورحت قلت لناصر، قلت له يا ناصر خلاص مش محتاج تجيب مراتك وشوف شغلك وخلاص. قال لي بجد يا ست هانم شكرا لحضرتك. في يوم من الايام انا جالي سخونية شديدة قوي وتعبت تعب شديد لدرجة ان انا ما بقتش قادرة اقوم من على السرير، فرنيت على ناصر قلت له تعالى هاتلي الدواء ده من الصيدلية. وطبعا كان ناصر اول مرة يدخل عليا باب الأوضة وانا نايمة بالمنظر ده، بس غصب عني انا ما كنتش قادرة اقوم من مكاني خالص. فخبط الباب وقلت له تعالى تعالى يا ناصر ادخل. فلما دخل شافني نايمة على السرير قلت له هتجيب لي الطلبات دي من الصيدلية علشان انا تعبانة قوي.
قال لي ألف سلام عليك يا ست هانم. وحسيت ساعتها ان هو ما كانش سامعني اصلا، وكان عمال يبص لي جامد ويبص على وشي وعلى جسمي وعلى كل حاجة. قلت له انت سامعني يا ناصر ولا مش سامعني؟ قال لي سامعك سامعك يا ست هانم، انا معاكي اهو. وشاورت له على الورقة، قلت له هات لي الطلبات دي من الصيدلية. راح جاب لي الطلبات جالي على طول ما تأخرش. قال لي طب انت حاسة بايه دلوقتي؟ قلت له انا لسه واخدة دلوقتي الدواء وهبقى كويسة. في كرسي كان جنب السرير، جه قعد على الكرسي وبيحسس كده على وشي، لقى وشي سخن قوي. قال لي ايه ده يا ست هانم، انت سخنة قوي وما ينفعش تبقي كده، تعالي تعالي وانا هسندك ونروح المستشفى. قلت له لا لا، انا لسه واخده دواء وهبقى كويسه وهتنزل السخونيه. قال لي طب تسمحي لي اعمل لك كمادات؟ قلت له لا يا ناصر مش محتاجه. قال لي علشان خاطري لازم، ما اقدرش اسيبك كده، هعمل لك كمادات. راح جاب طبق بلاستيك وقال لي ان هو عايز قماشه علشان اعمل لك كمادات. طبعا فضل يدور وملقاش، وانا مش قادره اتكلم واقول له تعمل ايه. فراح جايب ميه ساقعه وحطها على وشي من غير اي حاجه، وفضل يلمس بايديه كده على وشي بالميه الساقعه لحد ما شويه شويه لقيته بينزل بايده على خدودي. قلت له خلاص يا ناصر انا بقيت كويسه. طبعا انا خفت يتمادى اكتر من كده، وهو واقف على باب الاوضه قال لي يا ست هانم، هو لو البيه عارف اللي انا عملته هيزعلني؟ قلت له لا ما تخافش، انا مش هقوله اي حاجه. وراح ناصر مشي